ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد وروتين يوم جديد. النهارده بقى في الفيديو بتاع النهارده هنخلي الليمون مع بعض. الليمون الفترة دي يعتبر ان هو رخيص، يعني يعتبر انه كيلو ونص ب10 وكيلو وربع ب10، وممكن تلاقي فيه كيلو ب10. يعني انت يوم ما تجيبي 2 كيلو ليمون وتخلليهم، عايزه اقولك هيملوا الدنيا. بصوا بقى. كده احنا جبنا كمية ليمون اهوت، تمام. جبنا حوالي دول كده كانوا حوالي 5 كيلو و6 كيلو، مش فاكرة بالظبط يعني بالحجم ده كده. في كبير وفي صغير. يعني لو انت مثلا متاح ان انت مثلا نقي ايه الصغيرة. انا عن نفسي بحب المخللاية او بحب الليمونة الكبيرة، بحب قلبها، يعني بحب اللي فيها ده بيبقى ايه كتير، تمام. اول حاجه جبنا حله كده، غسلنا حطينا فيها الليمون وغسلناه. وبعد كده حطينا عليه ميه وحطيناه على البوتاجاز وحطينا عليه ملح، تمام. بس كده هنسيبه بقى لحد لما الليمون مش عايزينه يغلي قوي ويتهري، احنا عايزين الليمون يبقى بصوا ماسك حلو كده وايه ومش مهري يعني، تمام. كده خلاص احنا بقى هنسيب الليمون كده لحد لما يغلي، وهنشوف هنعمل ايه مع بعض بعد كده في الخطوات الجايه. عايزه اقول لكم ان هو سهل وبسيط، سهل يعني سهل جدا 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 وبسيط جدا. مش هكتر اكتر من جدا، يعني هو سهل. عايزه اقول لكم المخللات دي لو حطيتها في دماغك قوي سهله، مش صعبه خالص يعني. والله العظيم هو الموضوع كله تحس ان هو ملح وليمون ومعاه بقى ايه اي اضافات تانية. يعني حطيتي حبة ملح مع حبة ليمون مع آه لو حطيتي ملح وليمون، يعني حطيتي ليمون وحطيتي عليهم ملح وحطيتهم على اي حاجة عايزة تتخلل، عايزة اقولك هتبقى زي الفل. يعني دي حاجة انا خدتها او يعني ايه خدتها من الزمن، فاهمين؟ يعني عندك جبت حبة لفت، جبت حبة خيار، جبت حبة آه اي حاجة عايز تخلليها، حطي ميه، حطي عليها ملح، عصري عليها ليمون، تمام. خل مش كتير، لو انت عايزه مثلا ايه تعيش معاكي فتره. وممكن بقى اضرب معاها قرن شطه او ما تضربيش، مش مشكله. وعايزه اقولك بتطلع والله العظيم تحفه. كده هبص بقى الليمون ابتدى كده ايه، اول ما الميه بتسخن عليه بيبدا ان هو يغير لون كده ويصفر. زمان زمان بقى زمان قوي، ايام الحلل النحاس وكده، كانت الناس بتسلق الليمون ده في الحلل اللي هي النحاس، فاهمين؟ او عارفين الناس اللي عارفه الحلل النحاس، كان بيفضل لونه اخضر زي ما حطيتيه من على البوتاجاز من اول دقيقه لحد ما تيجي تاكليه بتلاقي لون الليمون اخضر، تمام. هنا بقى طبعا ايه بعمل تيست بقى وكده عشان نشوف اه اتهرى بقى، استوى كده، فاهمين؟ اهو اول ما تلاقوا الجلة دي بتتشال كده اعرفوا ان هو كده خلاص. ينزل بقى، مش هنكتر عليه اكتر من كده عشان ما يتهريش. وغير كده ان انتي آه عايزاه بقى يقعد معاكي فترة، يعني مثلا فترة كبيرة بقى، كام شهر كده مثلا، او ممكن سنة. فانت ما تكتر يعني ما تخليش النار تقسى عليه قوي. كده بقى خلاص هننزله وهنصفيه في مصفى، وننزل عليه ميه من الحنفيه، ميه ساقعه. او لو انت حسيتي ان الليمون بتاعك خلاص بقى يعني ايه خد سوا زياده منك، بسرعه كده ايه ميه ساقعه متلجه، او لو عندك ازازه تلج ولا حاجه روحي ماليه ميه وحطها في قلبه، هتوقف ايه هتوقف السخونيه يعني، او السوا بتاعه بسرعه. كده بقى ايه حطينا زي ما قلنا كده اهو ميه من الحنفيه، وتبداي مثلا ايه تغير له بقى الميه كذا مره عشان خلاص بقى يعني ايه كل الميه السخنه اللي فيه يعني يبرد. انت خلي الميه بتاعته بارده. بعد كده رحت حاطينه بقى في ايه في طبق بلاستيك. ليه طبق بلاستيك او اي حاجه بلاستيك؟ عشان خاطر دلوقتي هنلفه بملح. يعني ايه هتلفيه بملح؟ يعني هنرش عليه كميه ملح كبيره،
فالحاجة الألمونيا بتبوظ من الملح. تمام. فحطينا كده في ايه، في جردل اهو، جردل بلاستيك، طبق بلاستيك، اي حاجة، المهم تكون الملح مش بيأثر فيها، مش بيبوظها يعني، بمعنى اصح. الملح بيبوظ الألمونيوم وبيبوظ الاستانلس، ممكن يخرم الألمونيوم. يعني لو حطيتي مثلا فيها، لو في حاجة ألمونيوم حطيتي فيها حاجة بملح يومين ولا 3 ولا كده، ممكن تخرمها، ممكن ملح يخرمها. تمام. اهو كده بقى نقلبه ونحط عليه كمية ملح معتبرة، يعني كمية كبيرة مش شوية. وغير كده ان هو مثلا احنا عندنا مثلا ده كده كمية ليمون كبيرة، دول كانوا مش عارفة حوالي 5 كيلو او 6 كيلو. كده بقى خلاص لفيناهم كده بالملح، يعني غطينا كل الليمون بالملح بتاعنا. تمام. هنسيبه بقى كده مثلا ايه، كذا يوم. وعايزه اقول لك غير كده كمان، ان انت ممكن لو مش هتغيري له مش عايزه تحطي ملح مثلا عليه، تفضلي بقى تغيري له الملح ايه، يوميا، مثلا في اليوم مرتين، في اليوم مرتين، او يمكن 3 مرات كمان. ليه بقى؟ عشان خاطر ينزل المرارة اللي فيه بسرعة. ده الكلام ده لو انت مثلا عايزة ايه، يعني يتخلل بسرعة او يحدق بسرعة. عايزة اقول لكم بصوا بقى، دي كمية الليمون عملت فيس هبطت من الملح. جبنا بقى ايه، شطة، في دي شطة باردة وشطة حراقة، الاتنين مع بعض، يعني دول حوالي 2 كيلو شطة. عايزة اقول لك اما تيجي تعملي، كتر الشطة الباردة دي، بتبقى حلوة قوي مع الليمون. عايزة اقول لك بتبقى ريحة وطعم وشكل، بتبقى تحفة. وبالذات الشطة الحمرا دي، مش عارفة ايه، سبحان الله، هي الحمرا والخضرا واحد، بس الحمرا دي بتبقى مش عارفة، تبقى حلوة كده. المهم بعد كده بقى ايه، جينا بقى نجيب الملح، مش الملح بقى، المية اللي هنعمل بيها او اللي احنا هنخلل بيها. دي كده مية مغلية من يعني جبنا مية حنفية وغليناها وسيبناها تبرد. الناس هتقولي مثلا مية من الفلتر، عادي على فكرة برضو، يعني مش اهم حاجة تكون من يعني متفلترة، مش من الحنفية على طول. عامة يعني احنا ما عدناش بنشرب من الحنفية على طول، بقت كلها المية اللي احنا بنستخدمها مية مفلترة. بعد كده بقى ايه، طبعا احنا هنخلل في قلب الجردل اللي احنا كنا حاطين فيه، فدلقنا كده الليمون في طبق زي ما انتوا شايفين كده اهو. عايزه اقول لكم تحس ان الكميه كشت، مش عارفه ليه، الملح بيصفط الحاجه للنص. بعد كده بقى الجردل اللي احنا كنا حاطين فيه الملح، نفس ذات الجردل، حطينا فيه بقى كيس كبير كده. ما ينفعش تحط كيس اسمر، طبعا ما ينفعش، احنا كده كده بنستعملش كيس اللي هي الغامقه دي في الاكل. فجبنا كيس كده ابيض كبير وحطينا كده في ايه، في قلب الجردل. ليه؟ هنشوف دلوقتي. بس اهم حاجه يكون كيس كبير، وانت عارفه ان هو يكون كبير. كده جبنا 3 فصوص توم، جبنا ورق لوري، والميه اللي احنا قلنا عليها الميه اللي هي المغليه، يعني مش هنحطها على البتاع مغلي، مش هنحطها على المخلل المغليه، هسيبها لحد لما تبرد خالص كانها نازله من الحنفيه. بعد كده بقى هنحط كميه الملح بتاعتنا. ايه ده يا امان؟ طب احنا هنحط ملح قد ايه؟ ما احناش عارفين، معلقه، 2 كيس، 2 نص كيس؟ هقول لكم ازاي دلوقتي. دلوقتي احنا حطينا كميه ملح، حلو الكلام، حلو الكلام. هنقلبها كويس جدا في الميه دي كده اهو. احنا قلبناها، حطينا بيضه. ايه ده، بيضه؟ حطينا بيضه كده اهوت في الميه بتاع الملح. طب البيضه دي لازمتها ايه يا امان؟ هقول لكم. البيضه دي انا يعني لسه سامعه سامعه موضوع البيضه ده دلوقتي، ماشي. حطينا كده البيضه. عايزه اقول لكم، اول البيضه ما تقب على الميه، على وش الميه، يبقى كده انت الملح بتاعك او بتاع الحاجه اللي هتخليها مظبوط. طب البيضه دي ما قبتش على وش الميه، يبقى انت الملح بتاعك لسه مش مظبوط. فهمتوا اقصد ايه؟ يعني البيضه اهي كده عامت على وش الميه اهي، تمام، عايمه على وش الميه، مش غطسانه تحت، يبقى انت كده الملح بتاعك مظبوط. طبعا البيضه احنا غسلينها كويس قوي 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 قبل ما نحطها في الميه.
البيضة لسه في المية من تحت، يبقى كده الملح بتاعك مش مظبوط. فهمتوا اقصد ايه، او فهمتوا موضوع البيضة؟ هو ده. بعد كده هنبدأ بقى ايه، نعبي الليمون ده والشطة. يعني هنحط مثلا ايه، شوية شطة فوقهم شوية ليمون، شوية شطة وفوقهم شوية ايه، ليمون. يعني ايه، ندربهم كده ببعضيهم اهو كده اهو، حبة شطة وحبة ليمون وحبة شطة وحبة ليمون لحد لما نخلص الكمية بتاعتنا كلها. في النص كده بنحط بقى التوم. عايزة اقول لكم حاجة، اول مرة اخد بالي منها، التوم المخلل. عايزة اقول لكم ان التوم المخلل تحفة. يعني ايه تحفة؟ والله العظيم تحفة بمعنى الكلمة. احنا كنا حاطين كام فص توم كده، انا لما لقيتهم في الاخر كده، يعني ايه، وانا بجيب كده ولقيت توم، عايزه اقول لكم انا كلتهم كده ما تحسيش ان انت بتاكلي توم ابدا. هو عامل زي الخيار، الطعم مش طعم توم، هو طعمه حلو بس مش طعم توم. انا يعني ايه مني ما كانش فيه كتير، فبصراحه قلت بقى لما اجي اعمل ليمون تاني هعمل كميه توم، يعني هخلل توم. لا، توم متخلل زي ما مثلا يكون في بصل متخلل، يبقى في توم متخلل. والله طعمه تحفة. يعني لو هتعملوا ليمون كتروا من اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كتروا من التوم. التوم بصوا روعة، طعمه حلو جدا. كده اهو ما بين كل ورقة برضو كنا بنحط ورق لورا وتوم. بس كده. عايز اقول لكم يعني ايه، ما فيهوش اختراع. في ناس بقى اللي هي ما يعني بتجربش وما بتعملش، بتحس بقى ان الموضوع بتاع دي مخللات ومش عارفه ايه لا، هو الموضوع والله العظيم سهل قوي، يعني سهل بجد. الميه بقى اللي احنا عملنا فيها الملح، تمام، هنحصر فيها كميه ليمون كده حوالي قد ربع كيلو. يعني انت لو تعملي مثلا كيلو ممكن تعصري ليمونتين، 2 3 بالكتير عادي. هو الليمون بصوا مش بيضر، يعني الليمون عامة مش بيضر. فده عشان كمية عملنا هنا حوالي قد ربع كيلو. ببذره بقى مش ببذره مش هيمرر طبعا، عمره ما هيمرر. عادي، وعايزة تشيل البذر شيلوه. هنقلب بقى كده، تحس كده. عايزه اقول لكم لما تيجي تعملي مخلل لازم تحس كده ان انت متقبله، يعني ايه متقبله المحلول اللي هيتحط فيه اسمه ده المخلل بتاعك. يعني ايه متقبله ايه؟ يعني زي ما يكون هتاكلي حاجه بس حادقه سنه. حاطه قشر الليمون طبعا مغسول، حطيناه برضو مع الليمون كده اهو. طبعا لازم نعمل كده ايه فينش في الاخر كده، ونحط قرنين الشطه الحمر كده عشان يبقى شكل ايه، شكله حلو كده وجميل. لازم طبعا نكمل لحد الاخر ميه. لو الميه ما قضتش نعمل تاني ميه تاني ونحط. دي بقى هنا بقى نيجي نشوف لازمة واهمية الكيس اللي احنا حطيناه في الاول. طب ما احنا كنا حطيناه في الجردل من الاول. هنا بقى بصوا، هنا السر، ان احنا هنبدأ ان احنا نلم كده كل المخلل بتاعنا بالكيس كده اهو، عشان خاطر بعد الشهر يعني، ولا يريم ولا يبوظ مننا. تمام. طول ما المية مغطية المخلل بتاعك مفيش منه اي قلق ومفيش منه مشكلة. ربطنا بقى الكيس كده كويس جدا، وهنقول له بقى ايه كده ترقد في سلام كده لحد لما نيجي نفتح عليك. هتفتح عليه بعد قد ايه؟ هفتح عليه ممكن بعد شهر، عشان ده ليمون في مرارة وكده، فانا هفتح عليه بعد شهر. عدى شهر، شفتوا بقى كده عدى شهر على الليمون. فانا بقى بفتح لكم بقى دلوقتي كده اهو، بصوا استوى وبقى تحفة. عايزه اقول لكم انا من عشاق المخلل. هنا بقى كنت طالعه اجيب حبه عشان خاطر ايه نشوفه بقى عمل ايه، فكان تحفه. بعد شهر، او لو انت مثلا عايزه تسيبيه مده اكتر من كده، يعني عايزه اقول لكم بصوا هو شهر مش هيبقى بقى ايه خلاص هو تخلي 100%. لا، هو ممكن مثلا شهر يبقى ايه، يعني لسه فاضل فيه ايه
يعني حاجة بسيطة قوي وتاكلي منه، بس عادي يعني في الوقت ده كان حلو. ده كده القشر اللي هو كان بتاع الليمون اللي احنا كنا عصرينه. بصوا بقى عامل ازاي، بقى اصفر. عايزه اقولك مع الوقت خالص بقى، خلاص انت خلصتي بقى قربت خلاص الليمون ده، تلاقي القشر ده استوى كده وبيتاكل. بصوا بقى الجمال. عايزه اقول لكم ان هو بيتباع بيتباع يعني بيتباع غالي جدا، في حين ان هو اصلا مش ممكن، هو مثلا مش غالي دلوقتي. عايزه اقول لكم في وقت بيجي فيه الليمون بيبقى مثلا التلاتة ب10، الأربعة ب10 كده اهوت. كده بفرجكم بقى كده، واقول لكم بقى الليمون بتاعنا بقى حلو وجميل وطعم. يا سلام بقى سندوتش طعميه كده مع لومانيه مع قرن شطه، حاجه كده فاخر من الاخر. خلاص بقى اعمل ايه بقى بعد كده، بعد ما خدت الكميه اللي انا عايزاها، ارجع اقفل الشنطه تاني زي ما فتحتها. هقفلها عشان خاطر ما يريمش وما يعملش مثلا اي حاجه وحشه كده بعد الشر. تمام. خلاص كده الفيديو بتاعنا النهارده يعتبر ان هو خلص، واتمنى يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، واسيبكم في رعاية الله، ومع السلامة.